في واقعة غريبة من نوعها أول مرة أشوفها الحقيقة. واحد مصري بيحكيها اسمه آدم، بيكلم واحد عارض شقته للبيع، والواحد ده اكتشف في الآخر إنه هو سوداني. فالراجل السوداني دوت بيقول لآدم: هو أنت مصري ولا سوداني؟ أصل أنا ما بسكنش مصريين. أعتقد إن الشقة كانت للإيجار، فبيقول له: أنا ما بسكنش ولا بأجر لمصريين. يعني انت حتى لو انت شاري الشقة بفلوسك، انت في بلدنا. هو ايه كمية البجاحة دي؟ ومش هقول مع احترامي للسودانيين، لا يا عم، انا ما بحترمش السودانيين. ما هو السودانيين لما يعاملونا في بلدنا كده، يبقى بلدنا هي اللي فيها مشكلة. احنا اللي عندنا مشكلة، احنا اللي سمحنا لهم بده. ده انا زي ما بدعي للفلسطينيين بدعي للسودانيين برضو، ربنا يعفو عنهم في الأزمة اللي هم فيها. فلما احنا نستقبلكم في بلدنا، تكلم المصري اللي عايش في بلده وتقول له: لا والله اصل انا ما بسكنش ولا بأجر مصريين لمصريين. طب ده اسمه ايه؟ اللي خلاني كمان طالع اتكلم موضوع الخناقه اللي حصلت قبل كده في المترو، وانا مرضتش اطلع اتكلم عليها. السودانيين برضو ستات من السودان بيتخانقوا مع ستات مصريات وبهدلوا المصريات، فاكرين ان دي خلاص بلدهم. يا حبيبي احنا مستضيفينكم، هتقلوا ادبكم وغوروا في داهيه. انا لو واحد سوداني قابلني وعمل معايا موقف ولا احتك بيا ههينه، والله ههينه. ايه قله الادب والبجاحه دي؟ عايشين في بلدنا وبتعملوا معانا كده؟ ايه ده؟